يلا تعالوا نعمل أطيب سلطة بوملي مع الجبنة الحلوة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبالطعم ولا أطيب، بتشهي. إن شاء الله تعجبكم هالسلطة، تابعوني نشوف كيف طريقة تحضيرها. هلا بالبداية رح أنزل نص كاسة لبن زبادي، نص كاسة مايونيز، رشة ملح، رشة سكر وفلفل أسود، ورح أنزل بعصير الليمون مع الخل وأقلبهم كتير منيح مع بعض، وهيك صار عندي الدريسنج جاهز. رح أنزل عليه بالخس، وهلا رح أقلبهم كتير منيح مع بعض. وهلا رح انزل فيهم بصحن التقديم وانزل عليهم شرائح فطر مقطع وذرة حبيت اضيف، ونزلت عليهم البوملي، شرائح البوملي بعد ما قشرته بهذا الشكل. اضيف لهم الجبنه البيضاء الحلوم، انا جبت بصراحه جبنه بيضاء حلوم بس طلعت مالحه، لما بتكون عندكم مالحه بدكم تنقعوها بمي وتغيروا المي لتروح الملوحه تماما. وحبيت ازينها بالرمان، شايفين المنظر لحاله حكايه، بتشهي كتير زاكيه، جربوها وانا متاكده انه راح تعجبكم. كنت معكم نسرين السعدي، لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع، دمتم بأمان الله.